عدسة جريدة المساء العربي تحييكم وتنقل لحضراتكم معرض حزب الجيل الديمقراطي من داخل قصر ثقافة الأنفوشي الإسكندرية لصالح مرضى السرطان 57/3/57. حزب الجيل الديمقراطي معرض قائم لصالح مرضى السرطان 57/3/57. بننقل لحضراتكم بعض المقتطفات من داخل المعرض. لا معرض مجهولات ذوية جمعية فرشة لذوي الاحتياجات الخاصة. مين اللي عامل الكلام ده؟ مين؟ طيب وريني مين اللي عامل المعرض، مين اللي عامل الكلام ده؟ فين هم؟ مين اللي موجودين؟ اسمك ايه؟ اسلام سيد. ها؟ اسلام سيد. بتعمل ايه يا اسلام؟ انا حامل الشغل بتاعي. انا عملت الوحده. انت اللي عامل اللوحات ديت؟ جميل يا اسلام. انت ومين؟ انا نورهان احمد. نورهان عملت ايه يا نورهان؟ انت اللي عملت، انتوا الاثنين مشتركين فيه؟ مين عمل ايه؟ مين عمل في الاولى؟ مين عملت في دي؟ مين تاني؟ طب مين اللي عامل المنتجات ديت؟ كنت انا مين اللي عامل المنتجات دي؟ اشتغل في الحاجات دي. يا شادي مش عملتش كده. برافو عليك. ده المعرض اللي هو القائم المنتشرين في بعض الأعمال لصالح 57/3/57. سنة ازيك؟ جايين لك يا باشا. ايه؟ الرسومات من داخل المعرض.
احدى فنانات المعرض، عرفينا بنفسك. أنا الفنانة نانسي عاشور، مهندسة مدني وبحب الرسم من صغري وأنا عندي 4 سنين برسم. طورت من موهبتي كتير من أنا طفلة لغاية دلوقتي. ابتديت الأول طبعا بالرصاص والألوان اللي هي الشمع مثلا والباستل الفلوماستر الحاجات دي، لغاية ما وصلت بعد كده في الكلية دخلت اتحاد الطلبة، اتعلمت إن أنا أرسم بالفحم وأعمل بورتريهات، اتعلمت منهم من رسم التصوير الزيتي. طورت من موهبتي كتير يعني لغاية المستوى اللي أنا وصلت له ده. انت منتشره دايما في المعارض، ايه شغلك النهارده يا باشمهندس؟ أنا شغلي النهارده هي بورتريه عن نظرة الأمل للمرضى. هم على قد ما هم تعبانين بيعانوا، لكن على قد ما هو عندهم نظرة أمل للحياة. حتى البنت اللي تعبانة عندها نظرة أمل إن هي باصة لمستقبل أحسن، إن ممكن إن هي تشفى وتبقى كويسة. يعني الرسمه دي اساسا لاحدى البنات اللي هم مريضه بالكانسر. ايه تاني عاملاه؟ وعامله طبيعه صامته اللي هي الفازه، وعامله طبعا اسكندريه وجمالها والبحر الابيض المتوسط كله بقى. احنا اسكندرانيه نحب البحر، احنا بنحب نرسمه يعني. شكرا، ربنا يقويك. الله يخليك يا فندم، شكرا جدا. لا يا استاذه علا جميل. مش محتاج ان انا اعرفك، بس المواطن عايز يعرفك. هتعرفنا بنفسك. طب اقول لك حاجه، ناخده الاول الاستاذه سوزي فنانه تشكيليه، وناخدها الاول ونتفرج على الحلقه. فنانه سوزي ورينا شغلك. شغلي الناحيه الثانيه زي حضرتك. هو شغلي الناحيه الثانيه. ايه؟ شغلي مشاركه بلوحتين بس الجنب التاني. مشاركه بايه وايه؟ ياسين وبهيه واطياف عشريه. تتفرج عليه؟ ان شاء الله. اتفضلي. الشغل ده بتاع مين يا جماعه؟ عرفينا بنفسك. اسمي سندس سمير. اسمك ايه؟ سندس سمير. عندي 19 سنة، بدرس في كلية تربية نوعية. ايه شغلك النهارده؟ عاملة بالإزاز وألوان الأكريليك. وايه تاني؟ بس ده؟ شكرا. الجزء ده بتاع مين؟ عرفينا بنفسك طيب. فكري من اسكندريه. امتحنت فن التشكيلي بالخرز. انا كنت بعمل مجسمات ولعب اطفال، وكنت بنزل معارض في مختلف المجالات تبع جامعات كتير، وعملت بعد كده بقى لوح اللي هو امتحان، وكسرت القيود وعملت بقى اشكال لوحات. اللوحات بتاعتك النهارده دي بتدل على ايه؟ هي المرأة الأفريقية، هي الست النوبية والأفريقية بكل تفاصيلها بكل حياتها. ليكي باع قد ايه في المعارض قبل كده؟ لا فترة طويلة جدا، يعني شاركت في المعارض بقالي فترة طويلة قوي. هل المعرض ده النهارده معمول لصالح مرضى 57؟ بالظبط، هو معمول لمرضى 57 357، وطبعا كلنا نتمنى لهم الشفاء العاجل وما يبقاش بعد كده في مرضى من النوعية دي. مشتركة في اللوحة دي بس ولا في لوحات تانية؟ هو للأسف ما فيش غير لوحة واحدة بس، فلو كنت أعرف كنت عملت لوحات تانية. شكرا جزيلا، أشكرك، شكرا جزيلا. بنوتتنا عاملة ايه؟ فين الحاجات اللي انت مشاركة بيها النهارده؟ طب تعرفينا بنفسك الأول؟ اسمي بنسي. ايه؟ اسمي بنسي يوسف. والإعلام. والإعلام؟ يا النهارده مشاركة في ايه؟ علي صوتك. بصورة واحدة بنوتة صغيرة أفريقية. دي عبارة عن ايه يعني؟ واحدة بتدل على الناس اللي هي في أفريقيا، الشعبيات بتاعهم، البشرة بتاعتهم كده. لوحة ولا أكتر؟ عاملة لوحة واحدة؟ شكرا، ربنا يقويك، شكرا. كده موسى عامله قواش هناك حلوه قوي. حضرتك
الشغل ده بتاع مين النهارده؟ شغلي النهارده لاول مشاركه ليها طبعا فريق تيكوباش شكل مختلف شويه وقلت اغير في تنوع الالوان. هتعرفينا بنفسك الاول؟ انا هبه موسى فنانه تشكيليه ومنسقه معارض ومدربه رسم وان شاء الله قريب هعمل معرض هنا. اللوحه اللي انت مشاركه بيها انه؟ اللوحه دي عباره عن الامل فن التيكوباش، هي عباره عن صور مطبوعه ويدخل لها الوان ومتثبته طبعا بماده معينه عشان اعملها حاله فنيه تعبر عن شيء. كم لوحه مشاركه بيها؟ لوحه واحده بس دي؟ شكرا جزيلا اشكرك. وبلوحه اخرى من المعرض عباره عن مركب وشبكه صيادين وفيها برضو سمك. هنشوف مين اللي عامل الفن ده. ازيك؟ عامله ايه؟ ايه الجمال ده؟ عرفينا بنفسك الاول. ياسمين حسن فنانه تشكيليه. النهارده الشغل بتاعك ده عباره عن ايه يا ياسمين؟ ده شغل بالامويل والقش. علي صوتك. بالامويل والقش. عملت زي نظام الجداريه. عملت مركب وحاولت يعني احلي بقى المنظر كله فعملت نورس والشمس وسمك شبكه. حطيت الهيل كل الحاجات يعني اللي موجوده. دي المره كام بتشترك فيها في المعرض؟ لا. الاولانيه؟ لا. ولا قبل كده؟ في حاجات قبل كده اهوت؟ اخذت منك وقت قد ايه؟ ده هو بياخد وقت يعني مثلا ده شهر عقبال ما بجمع بقى افكار عقبال ما هو اصلا دوت بيبقى شغل حداد في الاول وبعد كده بشتغل عليه ده شغل القش والامويل فبياخد معايا وقت. الخامه اللي بتشتغلي بيها دي عباره عن ايه الخامه دي؟ شغل اللي هو خامة الخرزان والامويل دوت هو قش داخله قش عاملاه بغرزة الجد. النهارده المعرض ده لصالح ايه؟ صالح مرضى السرطان. يعني انت متبرعه النهارده باللوحه دهيت لصالح مرضى. شكرا جزيلا اشكرك. ومن داخل المعرض التقينا ببعض اللقطات الجميله زي ما احنا شايفين. الشغل يعني رائع زي ما احنا شايفين كده. بالإضافة لأعمال يدوية هنقرب من العارضة نتعرف عليها. حضرتك اللي عاملة الشغل ده؟ طب عرفينا بنفسك. أنا سامية عبد الرحمن محافظة الجيزة مدرسة تنمية فنية وأنشطة. الحمد لله أنا نازلة عشان أشوف 57 الاشتراك معاهم. يعني أنت حضرتك جاية من القاهرة عشان تشاركي في المعرض؟ يعني أنا بحب عمل أي حاجة فيها عمل خير. الشغل ده حضرتك اللي عاملاه؟ يا فندم. بياخد وقت قد إيه؟ في التوريد ما بياخدش وقت كتير عشان هو طباعي. شغل حضرتك. ربنا يخليك. بس خلينا في دي بقى نشرح. نعم حضرتك ده طباعة على قماش. أنا بعمل التراث العربي كله. أنا أساسا المستشفى محمد علي حاجات عندي في البيت أحسن حاجات يعني هي الحمد لله مع الطلبة ومع يعني إعادة التدوير ونطلع نهتم بالوقت ونحافظ عليه. يعني الحمد لله بقالي 36 سنة فيه. أنا شرف ليا يا فندم. ويتواجد أمامنا الأستاذ حسن وصفي نقيب الفنانين وهو بيشرف على المعرض، والأستاذ عمرو عوض، الأستاذ أحمد. رأي حضرتك إيه وتحب تقول النهاردة لعدسة جريدة المساء العربي في المعرض؟ وأنا معلوماتي إن المعرض ده مخصص
اطفال السرطان. وده في حد ذاته طبعا شيء كلنا يعني لازم نخدم على الولد كده. حاجه يعني كنت شفت الاعمال طبعا متنوعه ما بين تصوير وبين طبيعه سمكه ولاندسكيب واعمال يدويه. فالتنوع ده بيعمل حاله من تعدد الثقافات وتعدد الفكر وتعدد المواهب. ده شيء جيد طبعا. زائد ان الاعمار مختلفه ما شاء الله من اطفال لكبار. بيقولوا الخط العربي داخل برضه بقوه في العمل يعني. فده شيء طبعا بيسري المعرض. رأي حضرتك كيف المعرض ككل النهارده؟ المعرض يعني شامل لكل انواع الفن. الاستاذ عمرو عوض امين حزب الجيل اللي هو المعرض القائم النهارده عليه، تحب تقول لنا ايه النهارده والشيء الجميل النهارده اللي انتم عاملينه كحزب الجيل والاستاذ الدكتور ناجي شهابي؟ طبعا انا بشكر كل الضيوف، بشكر الدكتور نبغالي طبعا. النهارده عاملين معرض ده خاص صالح مستشفى 57 وده من المعارض الداعمه لكل الاشياء اللي بتحصل عندنا في المجتمع المصري. احنا تفاعلنا مع مشكله 57 وطبعا ده نبذه وده يبقى هدف كله نلقي الضوء من خلال المعرض ان كلنا لازم نشارك كلنا مع بعض في اي ازمه وفي اي موضوع تحتاجه الدوله مننا. المشرف على المعرض استاذ احمد، عرفنا بنفسك. انا احمد عبد الباسط، استاذ الخط العربي لمدرسه محمد ابراهيم الخط العربي، وفنان تشكيلي وفنان هاند ميد، وليا اعمالي مشارك بيها هنا. وانا كان يشرفني بدعوه من الدكتور عوض ان انا اعمل المعرض ده لصالح جمعيه المعاقين. ده المعرض الكامل اللي حضرتك بتشرف عليه؟ ده المعرض يمكن 5 اشرافا كاملا عليه. انما انا كشخص اشتركت في اكثر من 53 معرض اقمتهم في معارض هنا وفي القاره وفي حاجات زي كده. لكن هذا المعرض ليه يعني حاسه خاصه. ليه بقى؟ لانه شامل جميع انواع الفنانين بجميع الهاند ميد، خط عربي، زخارف، وشامل كمان جميع الفئات سواء اطفال كبار صغار معاقين ذوي الاعاقه. كل دول احنا جمعناهم هنا لسبب واحد، ان نقول ان الفن مش للانسان اللي هو السليم، ولكن الفن قد يتفوق فيه الانسان يعني اللي هو مش سليم. هيستمر لامتى المعرض؟ المعرض هو المعرض اليوم الواحد، لكن هو قوه المعرض هيخلينا ندي دفعه مع الدكتور عوض ان احنا نعمل المعرض ده ونكرره مره واثنين وثلاثه بعد كده ان شاء الله. هل كل المبيعات النهارده لصالح مرضى 57 357؟ لا، هو للامانه هو الاشتراك لصالح 57 اما المبيعات لاصحابها. يعني هو لو حد باع حاجه دي بتاعته، لكن اللي احنا يعني الحاجه الرمزيه اللي هم ساهموا بيها دي كلها رايحه للمستشفى. الشيء جميل ان احنا نعرف الناس بالمعرض ايه وقايم على ايه وداخل لصالح 57 357 ازاي. هو اللي هنقول لحضرتك حاجه كمان دي مفاجاه، ان في ناس تبرعت جت مخصوص عشان تتبرع في المعرض وليست لها اعمال. وهننوه على هذا الكلام على المنصه اثناء تسليم الشهادات باذن الله. طب احنا برضو ناخد فكره عن الموضوع ده قبل تسليم الشهادات. لا، هو انا فوجئت ان في ناس جايه ومن بره اسكندريه وجايه مخصوص. تقول انا لما عرفت ان يعني ايا كان هم لهم مصابين او لهم مرضى او لهم موتى في هذا المجال 57 53 لما عرفوا كده قالوا لا احنا نتبرع بالخير حتى نعتبرها صدقه على من توفي من ابنائنا او من ازواجنا او من حاجات زي كده. بنحييك يا استاذ احمد ومزيد من التالق ان شاء الله. الله يعزك. شكرا جزيلا. نكمل حوارنا مع الفنانه. قولي بقى، تحبي تكملي ايه تقولي ايه؟ هو حضرتك انا نفسي اشترك في اي حاجه للمساهمه والتعاون في اي ازمه احنا فيها. طيب بناء على الكلام اللي قاله الاستاذ احمد المشرف على المعرض النهارده، هو استاذي في الخط العربي. طيب هو بيقول دلوقتي ان كل المعرض دهوت لصالح 57 زي ما احنا قلنا. هل اللوحات دهيت لو اتباعت هل حضرتك بتتبرعي بجزء منها ولا الاشتراك بس اللي انت عاملاه؟ بامانه شرف ليا ان انا النهارده اجي ولو في بركه في اليوم عشان الاحساس اللي انا جايه. بحييكي. انا جايه ولو فعلا لو شنطتي بتاعت ايديا هتنفعهم على بحييكي على شعورك. شكرا جزيلا. شكرا. احد لقاءات المعرض الفنانه ولاء سمير
عامله بعض الشغل الهاند ميد زي ما احنا شايفين. هنتعرف عليها. ازيك يا فنانه؟ ازي حضرتك؟ المعرض دوت اشتركت فيه ازاي؟ وعرفينا بنفسك الاول. انا وليا المسؤوليه التكنولوجيا، بحب جدا الاكسسوارات. ده المعرض الثامن ليا، اشتركت فيه عن طريق الاستاذ احمد عبد الباسط، هو صديق معايا، واشتركت قبل كده في قصر الثقافه معاه، فعملت معاه جروب واسسنا. وطبعا كان قايل لي المعرض ده اساسه دعم ل 57 357، فطبعا حبيت الفكره جدا. عايزين نقضي على مرض السرطان بجد، فحبيت ان احنا نيجي هنا النهارده نقدم فن راقي. الشغل ده بياخد من ايدك قد ايه يا استاذه ولاء؟ الشغل ده بياخد مني ممكن 3-4 ايام، اخد قطعه 3-4 ايام، ممكن اخد يوم، ممكن اخد يومين، على حسب المنتج اللي انا هقدمه، على حسب الخامه اللي انا بقدمها. والاسعار بتاعتك في متناول الجميع ولا؟ الاسعار بتاعتي في متناول الجميع، وبالنسبه كمان للكواليتي بنحييكي وشكرا جزيلا. ومن داخل المعرض جينا بصورة بتشد الأذهان والقلوب، ألا وهي إحدى مرضى الكانسر. الصورة قاسية جدا جدا جدا، ولها تعبير قاسي جدا، ولازم نتعرف على اللي رسمت الصورة. عرفينا بنفسك. انا مروه احمد رمضان، خريجه الخدمه الاجتماعيه، ويعني بقالي من 2016 بدات الرسم بالرصاص، وبعدين بكذا خامه خشب وفحم وزيت، ويعني خامتي المفضله الزيت، بس يعني بحب انوع كذا خامه من وقت للتاني. مشتركه بكام لوحه النهارده في المعرض؟ انا 6 لوحات، 2 زيت، واحده منظر طبيعي، وواحده زيت. وهنا شغلك المعروض انهو؟ عرفينا على شغلك المعروض. دي سكتش رصاص. ايه اللي شدك للصوره دي؟ يعني حسيتها يعني كميه معاناه جامده جدا، ويعني بتعبر عن المرض باين عليها قوي، يعني وحده كانسر. هي دي رسمها من الخيال ولا واخداها من الصوره؟ هي واحده حقيقيه. دي حقيقيه؟ في المستشفى بتاعت 57. وهل هي عارفه انك انت عملت لها الصوره دي؟ لا للاسف ما تعرفش. ايه تاني اللي انت عاملاه؟ انا عامله دوت ورد بالوان الخشب. وده الوان خشب برضو اسود وابيض ورصاصي على ورق رمادي. ايه تاني؟ وهنا ده الوان زيت. محمود ياسين برضو. ودي فحم رصاص. دي برضو يعني بتعبر عن الامل والتفاؤل، وان الواحد يبص للمستقبل بنظره كويسه. يعني هل فعلا النهارده المعرض المبيعات دهيت هل هتتم لمرضى 57 ولا بتكتفهم بالمبالغ اللي انتم دفعتوها الاشتراك اكيد، لكن المبيعات لسه حسب بقى تسيير ربنا يعني، ولو ده بيعمل ان شاء الله ربنا يسهل. ده المعرض الكام ده؟ لا يعني اكتر من 10 معارض، يعني ما حسبتش بالظبط، بس اكتر من 10 معارض. ربنا يوفقك، شكرا جزيلا. اشكرك. ياسين وبهية صاحبة اللوحة مسمياها ياسين وبهية. مين هي صاحبة اللوحة؟ فنانة تشكيلية، فنون جميلة، تحضر دكتوراه، ألا وهي سوزي سعيد. سوزي سعيد عاملة حاجات لحد ما، مشتركة بلوحتين النهارده. مش عارف اللوحة اللي هي عاملاها شجر جاف وبحر ومركب، معرفش معناها ايه. هنتعرف عليها وهي اللي هتقول لنا بقى. فنانة سوزي، ازيك؟ أنا سوزي سعيد، فنانة تشكيلية، خلصت ماجستير في فنون جميلة. حبيت أشارك في معرض 57 357 أتبرع باللوحات بتاعتي. ياسين وبهية وأطياف عاشقة. هنا ياسين وبهية حبيت أتكلم عن الطبيعة
اضيف الالوان بتعمل ظل والنور. تحت هنا اخترت حاجه بتعبر عن ايه الهدف من ياسين وبهية دي؟ كنت متاثره بالطبيعه المصريه وحابه اظهرها وابرز جمالها موجود ازاي. يعني زي قيس وليلى مثلا؟ بس بالطريقه المصريه. بس وحبيت برضه اعبر عن حبي لاسكندريه والبحر وكده، فعبرت عنه باطياف عاشقه دايما في وسط الزحمه ومشاغل الحياه، وهنلاقي بريق من الامل بالطفل البعيد اللي جاي من المركب. المعرض الكام ده يا سوزي؟ يعني 30 40 بس جماعي. انا عملت معرض خاص لوحدي قبل كده، بس كل سنه بشارك في 3 4 معارض على الاقل جماعيه من 2004. من قبل التسجيل عرفت ان انت بتقولي انك انت بتسجلي دكتوراه؟ ان شاء الله في مرحله تحضير البحث النهائي للدكتوراه، خلاص السنه التاهيليه. والماجستير عملته عن الايقونات العذراء، الفرق ما بينها وبين الشرق والغرب. اللوحات بتاعتك دي النهارده لصالح 57 357. شكرا جزيلا وربنا يوفقك. شكرا. الطبيعة الصامتة ومن داخل المعرض لوحة صاحبتها قالت ان هي طبيعة صامتة. مش عارف طبيعة صامتة يعني ايه، هنتعرف عليها وتقول لنا اللوحة دي عبارة عن ايه. عرفينا بنفسك. فرح محمد، اولى تصوير فنون جميلة. سنة كام يا مالك؟ خلصت ولا لسه؟ لا انا لسه في اولى. لسه؟ اول سنة في التخصص. اللوحة بتاعتك دي انت قلتي لي قبل التسجيل ان هي طبيعة صامتة. طبيعة يعني ايه؟ طبيعة صامتة يعني العناصر بتبقى قدامنا واحنا بنرسمها زي ما هي، بس في تصميم بنعمل فيها مبالغات زي كده. يعني ايه الحاجة قدامنا كانت عادية، انا اللي عملت فيها المبالغات دي. المعرض الكام ده اللي بتشاركي فيه؟ اول معرض خارجي اشارك فيه. الباقي كان في الكلية عادي. هل في لوحات جديدة تانية عاملاها؟ بس شاركت في دي بس دي. النهارده اللوحة دي لصالح ايه؟ لصالح ايه؟ عشان تبرع للعميل بتاع مستشفى 57. يعني في جديد بعد كده ان شاء الله؟ ان شاء الله. ربنا يوفقك. شكرا. دي لوحة عرفت من الرسامة بتاعتها انها بتعبر عن التلوث الضوضائي. مش عارف ايه التلوث الضوضائي، بس هنقرب منها وهي هتشرح لنا معنى اللوحة او الهدف من اللوحة اللي هي رسمها. عرفينا بنفسك. انا نورهان احمد السيد زكي، طالبه بكليه تربيه نوعيه فرقه ثالثه قسم فنون جامعه اسكندريه. مشتركه بكام لوحه النهارده؟ مشتركه بثلاثه، لوحه التلوث الضوضائي، ولوحه عن السرطان ودعم السرطان، ولوحه عن ست ام كلثوم. ده المعرض الكامل اللي انت بتعمليه؟ المعرض التاسع ان شاء الله. تاسع. طيب انت دلوقتي قلت لنا دي التلوث الضوضائي، يعني ايه التلوث الضوضائي؟ اشرحي لنا معناها. التلوث الضوضائي دي لوحه بتعبر عن الصداع العنقودي اللي هو الصداع النصفي، اللي هو بيبقى ماسك النصف مثلا الايمن من الوش من الجسم كده. ده نتج عن السوشيال ميديا زي الفيس والانستا والميوزك، من كتر طبعا الصوت العالي والحاجات الكتير اللي بنشوفها على السوشيال، فنتج عنه ان هو بقى عنده اللي هو الصداع العنقودي اللي هو نص الوش اللي هو التعبان. حتى هنا العين قاعده وتعبانه اكتر من العين الاساسيه، وان هو ماسك جنب واحد بس، فده بقى يعني بيبين اكتر ان ده صداع عنقودي. يعني اللوحه دي بتعتبر لوحه تحذيريه لبعض الناس اللي هي بتستغل السوشيال ميديا بطريقه غلط، بطريقه مش صحيحه، بطريقه مش بتفيدنا. جميل. المعرض الجاي امتى ان شااء الله؟ المعرض الجاي ان شاء الله هيبقى يوم 10/3، هيبقى هنا في قصر صرافة الأنفوشي تبع ملتقى الخط العربي او ملتقى الخط الفن. هو اللوحه هو معرض برضو عن الفنون التشكيليه كلها بانواعها، هشارك فيها ان شاء الله برضو بالعديد من اللوح يعني، وان شاء الله يعني اللوحات دهيت هل فيها متبرعه بيها لصالح مرضى 57 ولا لنفسك؟ هو يعني لو عايزينها ياخدوها. انا متبرعه بيها طبعا عادي يعني، هو كله خير. شكرا جزيلا ربنا يوفقك. اشكرك. الجوكر الفنان اللي رسم اللوحه ديت، مراحل تكوين الجوكر من امتى وصل لغايه فين، رسم بعض اللوحات
والجوكر، بس الجوكر التاني دوت شكله صعب قوي 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 قوي، وعامل حاجه اسكندر وبعض الحاجات الرومانسيه اللي هو عاملها. هنقرب منه ونتعرف عليه ويقول لنا يعني ايه الجوكر ويشرح لنا شغله. اسمك ايه؟ انا اسلام السيد ربيع. انت اللي عامل الشغل ده يا اسلام؟ المعرض الكام ده؟ المعرض الاول. المعرض الاول لك؟ طب عرفنا بنفسك. انا اسلام السيد ربيع، طالب في فن تجارة اسكندريه. حاليا انا سنه ثانيه. وشخصيه الجوكر دي بتدل على العرف اللي احنا. الهوايه دي بقى لها قد ايه عندك يا اسلام؟ انت اول مره تعمل حاجه زي كده؟ لا مش اول مره، بس يعني الهوايه دي عندي من وانا عندي 7 سنين. انا حاليا عندي 21 سنه. طب انا شايف الجوكر وشايف سلاح وشايف بتاع، قول لنا ايه الجوكر وايه السلاح بتاعه ده؟ ده بيدل على الفتره اللي احنا مرينا بيها في الفتره اللي فاتت في مصر. الناس بتقتل في بعض وبدون اي سبب، والسلاح اللي هو ماسكه ده بيدل على اللي هو مرحلة العنف يعني. مرحلة العنف اللي هو ما فيش أي سبب ليها. طيب الجوكر، تسلسل الجوكر هنا هو ده من أول ما بدأ الجوكر، من أول ظهور ليه بعد 1900 لحد حاليا 2018. يعني دي آخر مرحلة للجوكر؟ آخر مرحلة اللي هو الرسم ده 2018 2019. طيب وبقية أنا شايف صورة طفولية. دي صورة لطفلة بتدل عن البراءة بتاعتها. كنت ممكن اعملها بالوان زي الجوكر، بس حبيت ان هي تبقى كلاسيك علشان تجذب الانتباه وتشد اي متفرج اللي هو يشوفها اكتر. والصوره الثالثه دي اول صوره انا رسمتها لبورتريه. ودي الفترة اللي احنا كجيل مصر حاليا عايشينها، دي الفترة بتاعتنا اللي هي ايه؟ دي عبارة عن ايه يعني؟ الرومانسية والحب. يعني هي دي الرومانسية والحب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي حاليا، الجيل بتاعنا. الجيل بتاعكم. شكرا يا اسلام، ربنا يوفقك. شكرا. الفنانة المتشالة او المحمولة من باباها، مريم عصمت، اصغر فنانة في المعرض. جميلة في شغلها، أنا شايف إن ليها مستقبل وبتحب الرسم، وبتدربها إحدى دكاترة الرسم الدكتورة سوزي اللي هي صاحبة أجزاء كبيرة في المعرض. هنشوف الفنانة مريم اللي باباها شايلها علشان هي مش قادرة طبعا تورينا شغلها. ازيك يا مريم؟ عاملة ايه يا حبيبي؟ عرفينا بنفسك بقى، اسمك ايه؟ مريم ايه؟ مريم عصمت. طب ما تسكتيش، في سنة كام يا مريم؟ بقالك قد ايه يا حبيبتي بترسمي؟ بقالك ايه؟ بقالك 6 شهور؟ من ايام الكورونا. مين اللي حبيبك في الرسم؟ دكتورة سوزي. هي اللي حبيبتك في الرسم؟ استاذ عصمت، تعرفنا بنفسك وقول لنا موهبة مريم بدأت ازاي عصمت موريس، مدرس انجلش في دار الصفا اللغات اللي في العباسية محرم بيه. مريم بدأت مع ايام الكورونا تمسك القلم والرصاص مع الورق، وحسيت ان ايدها ممكن تعمل حاجة او تطلع حاجة او ملامح حلوة. فبدأت اوفر لها كل حاجة هي ايه تحتاجها او تطلبها، او الوان او فمع الوقت بقت ايه تمسك الورق وتشخبط فيه وترسم فيه، ومع كل مناسبة او تركيز على حاجة كانت دايما ايه تعمل صورة مناسبة ليها. يعني الموهبة دي ظهرت بتاعتها في ايام كورونا، بالقعدة بتاعت كورونا. ايدها حلوة طبعا. يعني احنا بنقول رب ضارة نافعة. طبعا او بمعنى اصح لازم نستغل كل حاجه احنا وقعنا فيها او كل ضرر احنا تعرضنا ليها نحاول نطلع منها ايه الايجابي منها. يعني مثلها الاعلى الدكتوره سوزي. طبعا، ما هي اول ما حسيت الموهبه فيها فجبت لها دكتوره سوزي بصراحه، فبقت نبني فيها وهي بقت تعجب بيها قوي، وعلى طول بتكلم على النت مع بعضهم
ساعات يقعدوا في حصه على النت يعني يشرح لها وهي متفاهمه معاها ومتفاهمه معاها. قول لنا بقى نشأك يا دكتوره سوزي اللي طالع من الاجيال، ايه موضوع مريم؟ مريم كانت بنت موهوبة جدا. من أول مرة قعدت معاها وأنا حسيت باستجابتها العالية. جنب الشغل بتاعها بتفهمني على طول، أقول لها تعمل الخط ده، تعمل الحركة دي تعملها. فحسيت إن استجابتها عالية وحبها للموضوع قوي. فهي نطت مع نفسها مرة واحدة، يعني هي مش عايزة تشتغل حاجات الأطفال الصغيرين، لا هي عايزة تشتغل بقى تشوف البورتريه وتشوف التفاصيل الوش وتدرس كل حاجة لوحدها. فايام الكورونا بقى كانت شغاله هي كتير مع نفسها، وقريب اما في وقت كنا بنقعد فيه مع بعض كنت بكلمها على النت، وحتى البورتريه صعب والتفاصيل العين صعبه، بس هي قدرت تتواصل معايا على النت ترسم العين زي ما انا قلت لها بالتفاصيل على النت. طبعا عايز اعرف يعني هي اختارت المناظر ديت عباره عن ايه؟ البورتريات دي عباره عن ايه ورسمتها ازاي؟ هل هي نقلتها ولا من وحي الخيال؟ لا هي كانت بتحط صور قدامها وبتنقلها. طب الكادر الاولاني دوت او الصوره دي عباره عن ايه؟ ده ميسي. ها؟ ميسي ميسي الكوره. يعني هي نقلته. والصوره الثانيه ديت دي صور بورتريهات من على النت، نقياها عجبتها فقعدت قدامها وقلدتها. بقى لها قد ايه بترسم؟ 3 سنين تقريبا او سنتين يعني. هل يعني انت متبنيه ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا اول خطوه وان شاء الله على طول معاك. ايه رايك يا مريم؟ جميله حبيبتي، وربنا يوفقك ان شاء الله، ونشوفك في المعرض القادم بامر الله تكوني عامله لنا حاجات احلى من كده. ماشي؟ ماشي يا حبيبي، باي باي. من داخل المعرض شفنا لوحه الله جل جلاله. لوحه طبعا تعبيريه والله جل جلاله. رسمها فنان مشهور او كاتبها فنان مشهور، بيباع من العمر اكثر من 40 سنه، معروف لدى الشعب السكندري. اللي ما يعرفوش هيعرفوا او تعرفوه من خلاله. الخطاط الجميل والفنان الجميل السكندري. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. جميلة قوي الله جل جلاله. الحمد لله. وشغلك معروف. الحمد لله. نحب نعرف بيك بعض الناس اللي هي ما تعرفكش. احمد حكيم الخطاط. انا بشتغل خطاط من ساعه ما حصل لي الحادثه، ايديا الاثنين اتقطعت في التراماي وانا عندي 7 سنين. بعد كده رحت التاهيل المهني، اتعلمت شويه فيه، وبعدين وانا سني 20 سنه رحت جريده الجمهوريه. كنت خطاط في شركه الاعلانات المصريه جريده الجمهوريه. ايوه. فبحط القلم جوه الساعه هنا امسكه واكتب. فربنا اكرمني الحمد لله، وقعدت في شركه الاعلانات المصريه جريده الجمهوريه لمده 42 سنه، منهم 20 الاول كنت مع في الورشه مع العمال يعني، وبعدين بقيت مشرف. بعد ال 20 سنه بقيت مشرف، قعدت 22 سنه تانيين، يعني 42 سنه بعد كده. وبعدين طلعت على المعاش، ودلوقتي الحمد لله شغال مندوب في شركه الاعلانات المصريه جريده الجمهوريه. اللي عايز اعلان قدام المحل بتاعه 2 في 2 او متر ونص في متر، بروح اعمله تبع جريده الجمهوريه، والحمد لله تمام، وربنا اكرمني وعايز سعيد الحمد لله. نوعيه الخطوط اللي بتكتبها استاذ احمد؟ اي نوع خط بكتبه ان شاء الله. هل بتكتفي باللوحات كخطوط بس، ولا ممكن تبقى فيها حاجات اللي هو الفبر او لا، هو الخطوط بس. اي يافطه بروح اعملها، ولو في باب صاج عايز يتكتب عليه بروح اكتبه برضه، والحمد لله ربنا موفقني. اللوحه دي خدت منك قد ايه؟ لا دي خدت مني بتاع يعني ساعة الا ربع، قبل ما طبعا حضرت الورق وكبرتها كده عليه وبعدين كتبتها باللون الازرق. المعرض الكامل اللي بتشترك فيه ده؟ ده تالت سنة اشترك في المعرض.
ثالث سنه. رايك ايه النهارده في المعرض واللي هو اساسا المعرض الهدف منه؟ والله المعرض جميل، والهدف منه اني انا بوري الانتاج بتاعي في شغلي، ان انا الحمد لله رب العالمين انا من غير ايدين كده وبشتغل، وربنا هو اللي علمني كل حاجه. هو ربنا علمني ووفقني وجابني لقدام الحمد لله. تحب يتقال لك يا فنان ولا يا خطاط ولا ايه؟ والله يعني كل اي حد، اي كلمه تطلع من اي واحد حلو، فنان او خطاط او رسام، وانا برسم برضه مناظر طبيعيه. لما يجي لي اي حد عايز يرسم حاجه طبيعيه برسمها. الفنان احمد، يعني انت النهارده بتعتبر نموذج حي لبعض، مش عايز اقول ذوي الهمم. الحمد لله. يعني انت النهارده نموذج حي نموذج حي نموذج حي فعلا لذوي الهمم. تحب تقول ايه لكل واحد عنده اعاقه؟ يعني احب اقول زي اللي مريت انت بيها، عنده اعاقه، انه يحاول انه يدور على اي شغلانه ويشتغلها، عشان خاطر اما يكبر مع الزمن ما يحتاجش لاي حد يقول له اديني، يدور على اي صنعه يعملها. وبعدين يعني انا فضل من ربنا ان هو ربنا يعني حصل معايا كده وانا عندي 7 سنين، قطعت الاثنين، ورجلي اليمين دي تحت الركبه اتقطعت برضه، ولابس جهاز فيها، بس الحمد لله ربنا ساعدني وكافحت. ربنا يعني قام معايا بالكفاح كله، ان انا بقى عندي عزيمه لاي حاجه. يعني انت عايز تقول مفيش حاجه اسمها مستحيل؟ مفيش حاجه اسمها مستحيل، في حاجه اسمها عزيمه. ربنا عطاني العزيمه، انا ربنا عطاني عزيمه جامده الحمد لله. يعني انت تحب تقول لكل واحد ذو اعاقه مهما كانت اعاقته ان هو يدور على شغل، يشتغل اي حاجه عشان ما يبقاش مع الزمن يقعد في البيت ان هو ما ييأس من حياته او ييأس من اللي هو فيه. لا 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 لا, لا مفيش يأس مع الحياه. بحييك الفنان احمد الحكيم، نجم الاسكندريه وخطاط الاسكندريه المعروف، وتحياتي ليك، ولقاء اخر ان شاء الله في معرض جاي. والحمد لله انا ربنا كرمني ان انا لما بيقابلني اي ضابط من الشرطه بتاعتنا بيحترمني احترام جامد، عشان عارف ان انا بشتغل وبقدر اجيب الجنيه من عرقي. لا انت معروف على اسكندريه، على مستوى اسكندريه كلها يعني. الحمد لله على اللي انا فيه. ربنا يديلك الصحه يا رب، ونشوفك دايما متالق ومن تالق لتالق ومن معرض لمعرض بامر الله. وانا مبسوط بحضرتك ان انت سيادتك قابلتني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا للفنان الجميل احمد حكيم، اشكرك شكرا جزيلا. عفوا. ومن داخل المعرض احدى البقالات لفنانه هي في الفنون الجميله، والمنظر معبر جدا من داخل المجتمع المصري، وهو على ما اعتقد هو منظر طبيعي اتصور في دمياط ولهم تعبير، وهنقرب منها ونسألها على المنظر والصورة اللي هي مصوراها. ازيك ست الكل؟ الحمد لله بخير. عرفينا بنفسك. انا نورهان علام، طالبة في كلية فنون جميلة قسم تصوير، وبحب التصوير الفوتوغرافي. بقالي في التصوير بالكاميرا حوالي 5 سنين، وقبل التصوير بالكاميرا كنت بصور بالموبايل، ويعني في خلال حوالي 3 سنين شاركت في حوالي 36 معرض، وبصور ان انا بسافر حوالين مصر في محافظات كتير، بصور منها كادرات مختلفة، وفي أي معرض يكون مناسب زي كده بعرض الشغل اللي بصوره. ناوية بإذن الله إن أنا بعد ما أخلص التصوير في مصر كلها إن أنا أطلع بره مصر. المنظر اللي أنت مصوراه ده هو إيه اللي شدك له؟ هو المنظر ده في راس البر، تمام؟ دي كلها كانت في الأول ما كانتش متلونة بالمنظر ده، بس هم لونوها بالألوان دي علشان يخلوا المنظر يكون بشكل جمالي أكتر. فده كان مشروع تطوير هم عاملينه في راس البر، إن كل البيوت اللي على النيل بيلونوها بألوان مختلفة علشان تحس على البحر، وعلشان تجذب الناس إن هم يجوا يشوفوا المنظر في المكان كده. يعني راس البر اساسا هي عامله كل البيوت، كل بيت بطريقه او كل بيت بمنظر او رسم، علشان يخلوا الشكل يبقى حلو مع المراكب، حتى المراكب نفسها الوانها مختلفه وكده، فده بيخلي المنظر يكون جميل.
بدل انت المره الكام دي بتشاركي في المعارض؟ يعني ده يكون حوالي المعرض ال 38 ليا ولا حاجه في خلال سنتين ثلاثه كده ولا حاجه. انت في سنه كام في الكليه دلوقتي؟ انا ثالثه تصوير يعني رابعه جامعه. التصوير بتحبي التصوير فوتوغرافي ولا التصوير زيتي ولا اي نوع من انواع التصوير؟ التصوير الفوتوغرافي واخداه كهوايه خارج الكليه، والتصوير الزيتي يعني دراستي في الكليه، بس هو الفكره ان انا الرسم والتصوير حاجه بحبها من وانا صغيره. كانت حلم حياتي ان انا ادخل فنون جميله والحمد لله حققته. ايه مستقبلك في المشروع او المشروع اللي انت بتأملي فيه في الكليه بعد كده؟ هو احنا دلوقتي يعني بشتغل على المشاريع وكده، وباذن الله السنه الجايه تكون سنه في التخرج، فبحاول من دلوقتي ان انا افكر في مشروع يكون حلو من التخرج ويكون مبتكر ومميز، ما يكونش اي مشروع وخلاص. هل مشروع التخرج ده بيبقى مع جروب من الزملاء والزميلات ولا؟ مشروع التخرج عندنا في الكليه بيكون مشروع فردي. بالنسبه لنا كقسم تصوير بيكون عندنا المشروع عباره عن ان احنا بنستغل مساحه 4 متر في 4 متر نعمل فيها المشروع، يعني نعملها بقى على لوحه واحده، على لوحتين، على اكتر من لوحه، ده بيرجع لنا، والخامات برضو على حسب احنا حابين، بس هي الفكره تكون مبتكره وتكون حلوه. هل رسمتي في خيالك المشروع بتاعك هيكون ايه؟ هو انا لحد دلوقتي بحاول ان انا اجمع فكره من هنا على فكره من هنا لحد لما اوصل لمشروع يكون متميز ومبتكر، بس الحاجه الاساسيه اللي بفكر فيها دلوقتي ان المشروع يكون جامع اكتر من خامه، يعني ما يكونش عباره عن خامه واحده بس، لا كذا خامه. ده اللي بحاول يعني افكر. يعني تجولك في انحاء المحافظات بالتصوير تقدري تجمعي اللي انت هتعمليه في المستقبل المشروع بتاعك؟ ده طبعا بيفيدني جدا، لان ده بالنسبه لي عباره عن تغذيه بصريه عاليه جدا. كل لما بروح اي محافظه بشوف اشكال مختلفه، بتعامل مع ناس مختلفه، بشوف ثقافات مختلفه، فكل ده بيجمع عندي ماتيريال في التصوير عندي. طب ايه اللي شدك للكادر ده او الصوره ديت؟ الملونه مع المركب، خصوصا راس البر العربيين هم بالمراكب وكده، فالفكره هو تناسق الالوان يعني؟ تناسقها وتنوعها ما بين الميه والحركه الخفيفه اللي فيها مع السمك بهدوءها وصمتها، فالدمج ما بين الفراغ والمشغول عمل تاثير حلو جدا. وفكره المنظور كمان في العمل هو جميل، الطبيعه جميله جدا والكادر جميل جدا جدا، وربنا يوفقك. شكرا جزيلا، اشكرك، سلام. وفي نهايه المعرض لقينا بعض الاعمال الهاند ميد، اكسسوارات حريمي، وفيها بعض الميداليات الرجالي، والقائم على عمل الاكسسوارات دهيت احدى السيدات، هنقرب منها ونتعرف عليها. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الجمال المعرض دهوت مين اللي عامله؟ وعرفينا بنفسك. نورة وصديقتي ابتسام. احنا في قصر الثقافة بنساهم بشغلنا لمستشفى 57 شغلنا هاند ميد كله احجار كريمة. بشتغل في الشغلانة دي بقالي 6 سنين. المعرض الكام ده بتشتركوا فيه؟ لا كتير معارض يعني كذا معرض. يعني ده بيعتبر المعرض الاول اللي انتوا بتشتركوا فيه؟ هنا ولا بره؟ احنا اشتركنا في بهية في الشيخ زايد، برضه كان تبع الاوراق. سافرنا القاهره برضه، كان الحمد لله يعني معرض جميل. يعني انتوا دايما مشتركين في المعرض دوت لصالح الاورام ولا؟ لا على طول بنساهم في المعارض. يعني على طول بتساهموا في المعرض؟ الاعمال دي مين اللي بيعملها؟ انا شغل ايد كله هاند ميد. كله هاند ميد. يعني انتوا اصدقاء وزملاء في المشروع. نتعرف بيكي. ابتسام عيد، بعمل اكسسوارات هاند ميد بقالي 13 سنه في المجال دوت، وعضوة في الغرفة التجارية شعبة أشغال يدوية، ونزلت معارض كتير في نوادي وفي أحزاب، ونزلت النهارده في قصر الثقافة عشان نساهم في مستشفى الأورام. انتوا اسكندريين؟ اسكندرانية. يعني انتوا دايما بتشتركوا في نقدر نقول المعرض الكام ده يعني؟
لا ما نعدش يعني كتير، واشتركنا في ديارنا كمان اللي تبع الاسر المنتجه. معرض ديارنا اللي بيتعمل كل سنه. وبننزل اهلا رمضان كل سنه تبع الغرفه التجاريه. وباب رزق 1 اشتركنا. هل بتعملوا حاجات تانية غير الاكسسوارات الحريمي ديت ولا في حاجات تانية بتعملوها؟ بنعمل كشانات رمضان اللي هي ايه؟ خداديات رمضان. يعني دي بدأتوا فيها من دلوقتي؟ عشان خلاص كل سنه حلوه. احنا كده بقالنا شهر بادئين فيها عشان رمضان. اسعارهم في متناول الجميع ولا؟ يعني 15 جنيه. والكبيره؟ والكبيره دي وشين 50 بالفايبر بتاعها. جميل. كل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم يا رب. شكرا جزيلا. اشكرك.